السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الباترن الثامن اللي موجود معانا اللي هو ديكوريتور باترن. طيب عشان نعرف ايه هو الديكوريتور باترن خلينا نشوف الديفينيشن بتاعه سريعا اللي هو decorator is a structural design pattern that lets you dynamically add new behavior to an object by wrapping it with other objects called decorators. طيب يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه احنا قلنا ان هو structural pattern اللي هو النوع الثاني من الديزاين باترنز اللي موجودين عندنا، اللي هو مسؤول عن تنظيم العلاقه بين الاوبجكتس وبعضها. طيب دي اول حاجه. الجزء الثاني بيقول ايه؟ بيقول that lets you dynamically add new behavior، يعني نقدر نضيف وظيفه او سلوك جديد على الكائن اللي موجود عندي من غير ما اعدل الاوبجكت الاساسي او الكائن الاساسي. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا جيت بصيت هنا على الصوره اللي موجوده عندي، الصوره دي جايه من الكتاب اللي هو دايف انتو ديزاين باترن عشان خاطر اوضحها للناس. لو انا عندي هنا برودكت، البرودكت ده كل اللي فيه او الكلاس بتاع البرودكت ده كل اللي فيه ان هو بيجيب البرايس اللي موجود عندي كتاب، عندي لابتوب، عندي غيره، بيجيب البرايس بتاعه. الكتاب ب 100 جنيه، اللابتوب ب 1000 جنيه، بس ما بيعملش اكتر من كده. طيب ده الاوبجكت اللي موجود عندي اللي هو البرودكت. طب جيت قلت انا عاوز اضيف على البرودكت ده تغليف عشان خاطر اغلف الكتاب او اغلف اللابتوب، فهضيف عليه فلوس تغليف. فبدل ما اروح اعدل في الاوبجكت بتاع البرودكت نفسه واحط في الجيت برايس واقول ان انا هضيف فلوس تغليف او غيره، خلينا نركز في الحته دي ان انا اخدت البرودكت كله على بعضه ورحت ضفت عليه التغليف. البرودكت ب 100 رحت ضفت عليه التغليف ب 100 بقى 200. البرودكت ب 1000 ضفت عليه مثلا التغليف 100 بقى ب 1100. طب جيت بعد كده قلت انا عاوز ضمان على المنتج نفسه مثلا 100 جنيه. فانا لو انا عندي لابتوب، البرودكت هنا لابتوب ب 1000 جنيه، جيت قلت له التغليف هيبقى ب 100 جنيه، فجيت هنا خدت البرودكت كله على بعضه حطيته هنا بقى ب 1100 جنيه. طيب هنا التغليف، خدت التغليف كله على بعضه اللي هو ب 1100 جنيه، خدت التغليف كله على بعضه وحطيته في اللي بعده في السلسله اللي بعدها اللي هو عمليه الضمان اللي احنا قلنا عليها ب 100 جنيه، فبقى 1000 1100 1200. بس انا كل مره باخد النوع اللي قبله. جيت هنا قلت انا عاوز اعمل ديسكاونت مثلا 10%، فجيت هنا 1000 1100 1200 وبعدين جيت قلت 10% اللي هم 120 وبعدين طلعت الناتج اللي موجود عندي في الاخر. فهو ده الشكل الخاص بالديكوريتور، ان انا بدل ما اضيف الاوبجكت اللي عندي الاساسي، لا انا كل مره باخد الاوبجكت وبضيف عليه سلوك جديد او بضيف عليه بيهيفيرال جديد عشان خاطر بدل ما اكسر مبدا الاوبن كلوزد وافضل اضيف في الكلاس نفسه. الديكوريتور للعلم هو بينفذ الاوبن كلوزد بالظبط، ان انا بكلوز الموديفيكيشن وبعمل اكستند للكلاسز عشان خاطر احقق بعض الفيتشرز الجديده او بعض السلوكيات الجديده. لو احنا جينا بصينا هنا على الانفويس عندي اليوم اللي موجود عندي، الانفويس ده فيه لسته من الايتم عشان خاطر اعمل كالكوليت للتوتال نفسه، الايتمز كلها بجمعها واطلع التوتال بتاعي. طيب جيت هنا قلت اي انفويس ايتم. الاي انفويس ايتم ده البرودكت عمل امبلمنت للاي انفويس ايتم، وفي نفس الوقت البندل ديكوريتور عمل امبلمنت لنفس الاي انفويس ايتم عشان خاطر اقدر اما اجي اتحكم في البندل نفسه اخلي الريتيرن تايب بتاعي الاي انفويس ايتم، وفي نفس الوقت البرودكت اخلي الريتيرن تايب بتاعي الاي انفويس ايتم. طب عشان خاطر توضح الحته بتاعت الريتيرن تايب دي، لو انا جيت هنا قلت var product equal new product، تمام؟ البرودكت اللي عندي ب 100، خلاص انا قلت البرودكت اللي عندي ب 100. جيت هنا قلت انا عايز عمليه التغليف هزود على البرودكت 10، فرحت انا خدت في الجيفت رابد بندل حطيت البرودكت، فهو ده الاي انفويس ايتم عشان خاطر مهما احط برودكت، احط رابد، احط اي حاجه، فخليتهم كلهم يمبلمنتوا الانترفيس اللي فوق. طيب فجيت هنا بعد ما حطيت البرودكت اللي عندي وزودت عليه 10 بقى هنا 110. طب جيت بعد كده عملت ليه ديسكاونت، فعملت نيو ديسكاونت بندل وحطيت الرابد اللي موجود عندي وقلت له انا عندي خصم 20%. فكل اللي انا هعمله هنا جيت قلت له var invoice equal new invoice، وجيت قلت له invoice دوت add item واديته الديسكاونتد بس. طب ليه اديته الديسكاونتد بس؟ طب ودول لان انا خدت اخر حاجه في الديسكاونت، خدت اخر حاجه اللي هي الرابد عندي لحد ما انا وصلت الرابد هنا كان 100 وضفت عليه ال 10 بقى 110، فالديسكاونت خد ال 110 وضاف عليهم الخصم من 20%. فالناتج لما جيت قلت في الاخر انفويس دوت كالكوليت توتال عمل ايه؟ ضاف لي ال 100 زائد ال 110 اللي هم الاولانيين دول، وبعد كده اداني الخصم اللي هو 20%.
فهو ده بشكل مبسط الديكوريتور باترن. عشان خاطر ننفذه ونشوفه بشكل عملي، خلينا نشوف الكود اللي معانا ونشوف المشكله اللي كانت بتقابلنا واضطرتنا ان احنا نوصل ان احنا قلنا الديكوريتور ده مناسب لينا في الوقت ده. طب لو احنا جينا بصينا على الكود اللي موجود معانا هنا، هنلاقي ان انا عندي هنا انفويس ايتم، في النيم وفي البيز برايس، وعندي ميثود اللي هي جيت برايس تعمل ريتيرن للبيز برايس. وجيت هنا قلت له ايتم ايكوال نيو انفويس ايتم، واديته لابتوب واديته البيز برايس بتاعه ب 1000. لو انا جيت رنيت هنا هيرجع لي ال 1000 هنا بتاع الايتم اللي موجود عندي او البرودكت اللي موجود عندي. طيب ممتاز جدا لحد هنا. جه بعد كده البيزنس قال احنا عندنا ان احنا ممكن نغلف المنتج، لو العميل طلب مننا ان احنا نغلف المنتج ممكن نغلفه له بقيمه سعر محدده. تمام. فجيت هنا قلت له بابليك وقلت له بول وقلت له هنا هاز جيفت راب. تمام. بعد كده قلت له جيت ست. طيب بعد كده جيت قلت له ان هنا الجيفت راب كوست، وجيت هنا عملت فلوت برايس ايكوال هنا برايس، قلت له ايكوال البيز برايس. وبعد كده قلت له اف لو البرايس لو عندي هاز جيفت راب خلي لي البرايس بلس ايكوال الجيفت راب كوست. تمام. وبعد كده اعمل لي ريتيرن للبرايس، هنا دي خليها فلوت واعمل ريتيرن للبرايس. طيب ممتاز جدا. لو انا جيت هنا قلت له هو عنده هاز جيفت راب وقلت له بترو، وجيت قلت له ان الجيفت راب كوست ايكوال 100 مثلا وليكن. تمام. وجيت شغلت هنا الابلكيشن اداني هنا التوتال اللي هو 1100. طيب ممتاز جدا. جه بعد كده البيزنس قال لي ان احنا عندنا ديسكاونت على المنتجات، لو هو عنده ديسكاونت ريت او في ديسكاونت معين هو هياخده هندي له ديسكاونت على البرودكت اللي موجود معاه. طيب جدا قلت له بابليك بول هاز ديسكاونت. تمام. هنا تمام. بعد كده اجي هنا اقول له برده، واجي اقول له هنا الديسكاونت ريت. طيب بعد كده هاجي هنا اقول له كمان لو هو عنده هاز ديسكاونت، هاجي اقول له البرايس ايكوال 1 ناقص الديسكاونت ريت. تمام. وارجع البرايس. لو انا جيت هنا في البرودكت قلت له هنا هاز ديسكاونت قلت له ترو، وبعد كده قلت له ان الديسكاونت ريت بتاعه ايكوال مثلا 10%. فلو جيت هنا شغلت الابلكيشن طلع لي 990. يعني انا عندي ال 1100 اما اشيل منها ال 10% يطلع لي اللي هو 990. تمام. ده التوتال برايس. طب جه بعد كده البيزنس قال لي ان احنا عاوزين نضيف تامين. لو هو عندي العميل طالب تامين مثلا ان هو يزود جزء من المبلغ عشان خاطر يامن على المنتج اللي هو واخده، لو اتكسر او حصل له اي حاجه نزود له المبلغ ده عشان خاطر التامين. فانا جيت بصيت لقيت ان البيزنس كل يوم بيجيب لي متطلبات جديده على نفس الكلاس. انا كسرت مبدا الاوبن كلوزد وكل شويه عمال اغير، فالتغيير مش مره ولا اتنين، لا ده انا كل يوم بيجي لي بيزنس جديد على الانفويس ايتم. طب انا ايه الحل بقى في الموضوع ده؟ انا هنا عندي ان الايتم نفسه كل شويه ممكن اضيف عليه اللي هو الجيفت راب وممكن ما اضيفوش، وممكن ان انا اضيف الديسكاونت وممكن ما اضيفوش، ممكن ان انا اضيف اللي هو الانشورنس وممكن ما اضيفوش. ففي الحاله دي عشان خاطر تغير الاوبجكت او شكل الاوبجكت او سلوك الاوبجكت بالشكل ده هنستخدم الديكوريتور باترن. طب عشان خاطر نشوف ازاي نستخدم الديكوريتور باترن مع الجزئيه دي عشان خاطر نقدر نفهمه، انا هاجي هنا اعمل نيو فولدر اسميه ديكوريتور. جوه الديكوريتور هاجي اعمل انترفيس اسميه اي انفويس ايتم. طيب الاي انفويس ايتم ده هيكون فيه تو ميثودز اللي هي اول حاجه string get details و float get price. تمام. هاجي بعد كده هعمل البيس كلاس اللي هو البرودكت، هي امبلمنت الانترفيس اللي عندي اللي هو اي انفويس ايتم. طيب البرودكت كلاس ده هيكون اول حاجه فيه برايفت، بقول له string name، بقول له برايفت، بقول له float البرايس، اسم المنتج والبرايس بتاعه. هاجي هنا في الكونستراكتور
اقول له هنا string name و float price. طيب ممتاز جدا لحد هنا. هقول له this dot name equal name و this dot price equal price. هاجي بقى في الجيت ديتيلز هنا اقول له ريتيرن، هقول له ريتيرن وارجع النيم والبرايس اللي موجودين عندي. اقول له هنا النيم وهنا سعره مثلا كذا، كل منتج والسعر بتاعه كام، وهنا هرجع ريتيرن برايس. طيب كده ممتاز جدا لحد هنا. انا كل اللي انا عملت انترفيس، قلت له اي انفويس ايتم، الاي انفويس ايتم ده فيه اللي هو الجيت ديتيلز وفي الجيت برايس، اسم المنتج وسعره، وبعدين الجيت ديتيلز موجوده عندي، الجيت برايس بيرجعوا لي الديتيلز بتاعت البرودكت ده، والبرايس بترجع لي البرايس نفسه عشان خاطر نقدر نجمع بعد كده البرايسز اللي موجوده او الحاجات اللي احنا هنضيفها، هنجيب التوتال برايس بتاعها. طب عشان خاطر استخدم الديكوريتور بقى، عشان خاطر اضيف الديسكاونت والانشورنس زي ما احنا قلنا، ونضيف خدمات جديده او نضيف سلوكيات جديده على البرودكت ده نفسه بدون ما نلمس الكلاس اللي هو البرودكت ده، هاجي هنا اول حاجه هعملها هعمل كلاس اسميه باندل ديكوريتور. الكلاس ده هو العمود الفقري للديكوريتور ده، اللي هيكون وسيط بين البرودكت او البيس كلاس اللي موجود عندي والحاجات اللي انا هزودها او السلوكيات الجديده. طيب هنا اول حاجه هيمبلمنت من الاي انفويس ايتم، وبعد كده هنزل الميثودز بتاعته، وهنا هقول له بروتكتد، واقول له الاي انفويس ايتم والانفويس ايتم. تمام. واجي هنا في الكونستراكتور هقول له اي انفويس ايتم، واقول له انفويس ايتم، بعد كده اقول له this dot invoice item equal الانفويس ايتم. طيب ممتاز جدا لحد هنا. هنا الكلاس ده انا قلت هو العمود الفقري الوسيط بين الحاجات اللي انا هزودها والكلاس اللي هو البيس كلاس اللي هو البرودكت اللي موجود عندي. فانا الكلاس ده مش هحط فيه اي لوجيك، هخلي الميثودز دي ابستراكت واخلي الكلاس نفسه ابستراكت، لان انا كل اللي انا هعمله هخلي الكلاسز الثانيه تنهرت من الكلاس ده. تمام. واجي هنا اخلي في الكلاس ابستراكت. طيب ممتاز جدا. انا بقى اللي انا عاوز ازوده ايه؟ انا عاوز ازود الديسكاونت، وعاوز ازود اللي هو الراب اللي هو التغليف نفسه، وعاوز ازود الانشورنس. فهاجي هنا اقول له اد نيو كلاس، اقول له ديسكاونت باندل. هاجي في الديسكاونت باندل ده هخليه ينهرت من الباندل ديكوريتور. تمام. هاجي هنا في الديسكاونت اقول له هنا برايفت فلوت، واقول له هنا ديسكاونت ريت، وهاجي اعمل كونستراكتور اقول له هنا اول حاجه الاي انفويس ايتم، اقول له انفويس ايتم، وبعد كده اقول له فلوت ديسكاونت ريت. اول حاجه هنا اديله البيز عشان خاطر البيرنت كلاس نفسه محتاج اللي هو الانفويس ايتم ده. طيب ممتاز جدا. هاجي بعد كده اقول له ان this dot discount rate equal الديسكاونت ريت. كده انا بضيف على الكلاس اللي هو الديسكاونت ريت. هاجي هنا في الجيت ديتيلز اعمل ايه؟ هاجي اقول له ريتيرن عندي الانفويس ايتم، اخر حاجه كان واخدها الانفويس ايتم عندي، وهزود عليها بقى اقول له جيت ديتيلز، واقول له بلس، واعمل هنا سترينج اقول له بلس الديسكاونت ريت، وادي له الديسكاونت ريت. طيب ممتاز جدا. يعني هنا كل مره بزود حاجه جديده او فيتشر جديده او سلوك جديد. طب هاجي هنا في البرايس برضه اقول له هنا ريتيرن الانفويس ايتم دوت الجيت برايس، وبعد كده اقول له فيه واحد ماينس ديسكاونت ريت. تمام. انا بضيف الديسكاونت عليه. طب انا عاوز اضيف ايه تاني؟ هاجي هنا اضيف هنا الجيفت راب باندل. طب ضفت هنا الجيفت راب باندل، اجي وانا اقول له بابليك، واخد نفس الكود اختصار للوقت، يعني اخد نفس الكود اللي موجود عندي هنا في الديسكاونت ريت، واجي هنا في الراب خليها راب باندل، هنسميها راب باندل افضل. طيب ممتاز. هاجي هنا في الراب باندل بقى كل اللي انا هعمله هنا فلوت، هقول له الراب كوست
قيمه التغليف نفسه، اغير بس هنا على مستوى الابلكيشن واجي هنا اقول له الراب كوست. تمام، هنا الراب كوست، بس كل اللي انا اعمله هنا ازود الراب كوست على اخر برايس موجود عندي. تمام، هاجي بعد كده اضيف الانشورنس نفسه، هقول له هنا اقول له انشورنس باندل، واقول له هنا بابليك، ونفس الكلام هاخد الكود ده نفسه كوبي بيست. هنا انشورنس باندل اغيره، وبعد كده هنا اقول له الانشورنس كوست. اقول له الانشورنس كوست، واجي ازود هنا عليه الانشورنس كوست. طيب ممتاز جدا، خلينا نراجع اللي احنا عملناه برده تاني. انا اول حاجه جيت قلت له انا عندي الكلاس اللي هو البرودكت الاساسي، عندي فيه جيت ديتيلز وجيت برايس، بديله اسم المنتج اللي موجود عندي والبرايس، وبعد كده بعمل ريتيرن للجيت ديتيلز والجيت برايس. جيت قلت ان انا عاوز بعد كده اضيف على البرايس اللي موجود عندي، عايز اضيف ديسكاونت، عايز اضيف مثلا الانشورنس، عاوز اضيف قيمه التغليف، عاوز اضيف اي حاجه بعد كده. قلت خلاص، بدل ما انا كل شويه اغير في الكلاس واجي اعمل اف والس، لو هو عندي انشورنس ضيف، لو مش عندي ما تضيفش، واقعد اخلي الكلاس بتاعي كبير، لا انا قلت هستخدم الديكوريتور. الديكوريتور بيعمل ايه؟ بيضيف سلوك جديد على البيس كلاس اللي موجود عندي. فانا جيت اول حاجه قلت هنا هعمل الوسيط اللي بين البرودكت او البيس كلاس، وبعد كده السلوكيات الجديده اللي انا هضيفها. جيت هنا في البندل اديته في الكونستراكتور اللي هو الاي انفويس ايتم، عشان خاطر هنشوفها برده في الاوتبوت دلوقتي ليه انا عملت كده. وجيت قلت له ابستراكت ميثود وابستراكت ميثود، وخليت الكلاس نفسه ابستراكت عشان خاطر انا مش هضيف اي لوجيك في الكلاس الوسيط اللي موجود عندي هنا. جيت بعد كده ضفت الديسكاونت ريت، وفي الديسكاونت ريت بدات ازود على اللي موجود اللي هو الانفويس ايتم اللي موجود، وازود عليه السلوك الجديد. في سلوك موجود وبزود عليه برايس وبزود عليه ديتيلز. طيب عشان خاطر الصوره توضح معانا برضو، خلينا هنا نشوف. لو انا جيت هنا عملت كومنت لده، وجيت هنا قلت له فار برودكت ايكوال نيو برودكت، واديته هنا قلت له لابتوب، وجيت قلت له مثلا سعره وليكن 1000 جنيه. طيب ممتاز جدا. جيت هنا قلت له بعد كده انا عاوز اضيف على اللابتوب ده قيمه التغليف، عاوز اغلف اللابتوب ده عشان خاطر اقدر اوصله او اشحنه مثلا بقيمه معينه، مثلا وليكن 100 جنيه. قلت له هنا اقول له فور رابت، واقول له ايكوال نيو راب بندل، وبعد كده هدي له البرودكت وادي له هنا ال 100 جنيه. هنا اللي احنا قلنا عليها هو هنا البندل، وعند الديسكاونت بينهرت من البندل ديكوريتور عندي، فقدرت ازود البرودكت هنا عليه وازود الديسكاونت ريت عندي او البندل او هنا الراب، وقدرت ازود الراب كوست على البرودكت نفسه. طيب تمام، هاجي بعد كده انا عاوز اضيف الانشورنس مثلا، هاجي اقول له هنا فار انشورنس، واقول له نيو انشورنس بندل، واديته هنا ايه الرابت، وبعد كده اديته 100 جنيه برضه على الانشورنس. ضفت هنا الراب، فهنا الكونستراكتور بتاعي بقى يقبل اي حاجه من نوع اي انفويس ايتم، قبل برودكت، قبل راب، هيقبل بعد كده لو انا حبيت اعمل له ديسكاونت اقول له هنا فار ديسكاونت، قلت له ايكوال نيو ديسكاونت بندل، هدي له الانشورنس وادي له مثلا 10%. فهنا سبب الكلاس الوسيط ان انا هنا كل مره بزود سلوك جديد على السلوك اللي موجود عندي، مش بشيل السلوك، لا ده انا بزود سلوك جديد على السلوك اللي موجود عندي. خلينا هنا عشان خاطر نشوف الاوتبوت. لو قلت له كونسول دوت رايت لاين واديته هنا قلت له الديسكاونت دوت جيت ديتيلز، وجيت هنا قلت له كونسول دوت رايت لاين وقلت له ديسكاونت دوت جيت برايس. فلو احنا جينا شفنا الاوتبوت اللي موجود عندنا، لو احنا جينا شفنا الاوتبوت ده، فقال لي هنا ايه؟ قال لي اللابتوب سعره 1000، ضفت عليه اللي هو الراب كوست اللي هو 100، وضفت عليه الانشورنس كوست 100، وديسكاونت خد ديسكاونت ب 10%. فجبت هنا 1100 و100 1200 وضفت عليه ديسكاونت 10%، طلع الناتج معايا 1080. طيب انا هنا مش عاوز اديله ديسكاونت، قررت ان انا مش عاوز اديله ديسكاونت، فجيت هنا قلت له الانشورنس دوت جيت ديتيلز او جيت برايس، فيطلع لي الناتج في الاخر ايه؟ قال لي هنا اللي هو اللابتوب 1000
والراب كوست ب 100 والانشورنس كوست ب 100 والناتج كله على بعضه اللي هو البرايس كامل ب 1200. فانا هنا غيرت في السلوك اللي موجود عندي على مستوى البيس كلاس، قدرت ان انا ازود سلوكيات جديده بدون ما انا المس البرودكت اللي موجود عندي. انا ما جيتش ناحيه البرودكت هنا، انا كل اللي انا عملته ان انا ضفت سلوكيات في اي سلوك جديد عاوز اضيفه، عاوز اضيف ضمان، عاوز اضيف اي حاجه بعد كده، اقدر من خلال الديكوريتور اللي موجود عندي اقدر اضيفها، واقدر من خلال الاند بوينت اللي موجوده عندي لو انا شغال على ابلكيشن او اي حاجه اقدر اضيف لكل يوزر السلوك بتاعه. ممكن يوزر اديله ديسكاونت، ممكن يوزر ما اديلوش ديسكاونت، ممكن يوزر اديله ديسكاونت 10%، ممكن يوزر اديله ديسكاونت 5%، على حسب الاحتياج بتاعه. فهو ده الديكوريتور باترن. اتمنى ان هو يكون وصل للناس، ولو في اي حد ما فهمش اي حاجه في الديكوريتور اكتبوا لي في الكومنت بس. وان شاء الله الكود هتلاقوه في مرفوع على الجيت هاب، وهسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. وان شاء الله اشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.